الحمد لله. الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر وأخطأ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وكلامه، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من حرها وعذابها. قدمنا في الخطبة السابقة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم بأن حاولنا أن نرى كيف كان العالم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثته، وكيف كان العالم يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم كان في أظلم حال، العالم أجمع، حتى أن البعض يقول أن هذه أظلم فترة أتت في تاريخ البشرية. العالم كله على ضلال، العرب على ضلال، العجم على ضلال، شرق الأرض على ضلال، غرب الأرض على ضلال. فهذا الأمر كان يحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العالم كان يحتاج إلى نور يبثه الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهذا النور كان متمثلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على رسول الله. قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأرض كما قلنا ظلم، وكان هناك كثير يعبدون آلهة كثيرة، ولكن كان هناك البعض يعبد الله سبحانه وتعالى على عبادة سيدنا إبراهيم الحنيفية، وكان هناك بعض اليهود والنصارى، وكلهم كان يعرف أن النبي خارج فيهم. صلوا على رسول الله. فنرى سيدنا حسان بن ثابت يقول أنه بينما أنا غلام صغير وأنا طفل صغير إذ خرج يهودي وقف على شيء مرتفع: يا معشر يهود، يا معشر يهود. فاجتمعوا له في إيه؟ قال لهم: قد طلع الليلة نجم أحمد الذي ولد به. صلى الله على رسول الله. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون فترة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يقول لهم: طلع النجم الذي ولد معه أحمد، صلي عليه. استغل هذه الخطب في فترة نحتفل فيها بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد طلع الليلة نجم أحمد، النجم بتاع أحمد
اللي هيولد، النبي الجديد، النبي الذي ينقذ الله به العالم. طلع النجم الذي ولد به. اليهود كانوا عارفين مين؟ كانوا عارفين سيدي وسيدك سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. طلع الليلة نجم أحمد. ويجي واحد تاني من اليهود بعد مولد النبي بفترة ولكن قبل بعثته، يقول لهم إيه؟ قد أظلكم زمان نبي. النبي اللي احنا مستنيينه الزمن بتاعه جه. يعني كانوا عارفين ميعاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا عارفينه جاي امتى؟ نعم. عارفين العلامات التي تسبق مولد النبي أو بعثة النبي؟ نعم. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ طب ايه علاقة الكبر دلوقتي؟ ما هم اللي هم فيه ده كبر. يعرفونه بصفته وبشكله وبعلاماته وبموعد مولده وبموعد بعثته، ولا يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. قال لك لا مش هو. هيجي واحد تاني يجمع بعض اليهود وبعض الناس اللي في المدينة، يقول لهم ايه؟ يقول لهم النبي الجديد اللي جاي قرب، هنعبد الله عشان في يوم حساب ويوم بعث وفي جنة أو نار. بيكلم ناس إما يهود أو نصارى أو كفار قطعا خالص أوثان. يقول لهم النبي جاي وفي إيه؟ وفي عبادة وفي قرب من الله، عشان بعد كده في موت، وبعد الموت حساب، وبعد الحساب إما جنة أو نار. فالناس واقفين مستغربين، نبي إيه ونصار إيه بس؟ إمتى بقى الكلام ده؟ بيسألوه إمتى الكلام ده؟ فيقول لهم، فيشاور على صبي صغير أحد أصحاب النبي، يقول لهم إن يبلغ هذا الصبي من العمر يدركه. الصبي الصغير ده لو كبر شوية في السن وما ماتش هيدرك هذا النبي. شوفوا هم عارفين النبي إزاي؟ عارفين الميعاد. الصبي الصغير ده لو عاش شوية كمان هيدرك هذا النبي. يقول لك إيه؟ فأدركت النبي وآمنت به وهو بين أظهرنا. الراجل اللي وقفنا وجمعنا ده بين أظهرنا ولم يؤمن. نقول له آمن بالنبي، يقول ليس هو. لا مش ده، مش هو ده اللي أنا كنت أصل عليه، مش هو ده النبي اللي أنا بقول عليه. عارفين النبي ولكنه الكبر والدنيا خلي الواحد فينا إيه؟ يرى الحق، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، يرى الحق بأم عينه ويكابر. يقول لك لا مش هو. يا عم النبي اللي انت قلت عليه اهو، لا مش هو ده. انت اللي جمعتنا زمان وقلت في نبي جاي وفي حساب وجنه ونار وكذا. لا مش هو. اليهود اللي كانت بتقف في الاوس والخزرج تقول لهم ايه؟ قد اظلنا زمان نبي. في زمان النبي جاي، احنا في الزمن بتاعه اظلنا، خلاص السحابه بتاعته الظل بتاعها قرب علينا. قد اظلكم زمان نبي يأتي فنتبعه فنقتلكم به قتل عاد وإرم. تعالوا يا كفار انتوا هنقتلكم لما النبي ده يجي، هنتبعه. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به الأوس والخزرج واليهود. لا. شفت الكبر؟ عرفت ليه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ هؤلاء اليهود. طب والنصارى كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أول ما بدأ من أمرك، أول حاجة في أمرك كانت إيه؟ قال لهم أنا دعوة أبي إبراهيم. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب إيه؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. ليه؟ أصل سيدنا عيسى قال كما جاء في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. عارفين النبي. سيدنا سلمان لما كان حصن النار، كان هو اللي بيولع النار اللي هي إله المجوس أو ما يعبده المجوس، وبعدين شاف النصرانية وأعجب بها وآمن وسأل عن أعلم أهلها مين اللي ياخد منه الدين ده فعلا، وساب بلده وراح الشام وبعدين راح كذا وبعدين راح عمورية لحد ما راح لآخر واحد. قال له تنصحنا نروح لمين؟ مين تاني لسه على الدين الصح، على النصرانية الصحيحة، يعبد الله حق العبادة زيك كده، روح لمين؟ قال له لم يبق على هذه الأرض أحد على ما كنا عليه. خلاص كله إيه؟
كله ماشي في الاتجاه المعاكس. طب وايه العمل دلوقتي؟ قال له اذهب الى ارض كذا وكذا، ووصف له المدينه، ودي الارض اللي هيخرج نبي في ارض اخرى ثم يهاجر اليها. كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يهودا ونصارى، بل كهنه العرب لما بعث النبي كثير منهم يقول لك ايه؟ يقول لك اتاني الجن او الشيء اللي معاه، يقول لك ايه؟ يقول لك رايت النبي، في نبي رجل صادق يقول لا اله الا الله، وحدوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا قبل ان يولد، الى ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم ومرت الايام وولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في يوم الاثنين، كما قال هو صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ده اليوم اللي انا اتولدت فيه، عشان كده بيصوم صلى الله عليه وسلم. طب ولد امتى؟ في عام سموه عام الفيل. ليه؟ ما هي القصه عارفينها. جاء واحد اسمه ابرهه الحبشي كان بيحكم في اليمن، ليه الناس كلها بتحج عند الكعبه؟ هي ايه الكعبه دي؟ كله رايح هناك ليه؟ طب هل هو فارق معاه الكعبه او الدين ولا فارق معاه ايه؟ وحدوا الله. اصل الكعبه مديه حصانه لما حولها. احنا قلنا كان حد يعرف يدير على قريش؟ لا، لانك هتضربني او هتضرب القوافل بتاعتي او هتيجي تسرق فلوسي، وده كان المنتشر بين العرب، دي كانت حياتهم. انا قوي هاجي اخد فلوسك، انا قوي هاجي اقتل في القبيله بتاعتك واخد منها ما اشاء، هو ده كان النظام. طب قريش بقى لو ضربت القافله بتاعهم او عيل من القبيله بتاعهم ماشي رحت ضربه او سرقتهم او فعلت ما فعلت، ايه اللي هيحصل؟ الايام هتلف وتدور، بيجوا موسم الحج، هتروح فين؟ عند الكعبه، اصل كلهم بيعظموها، في اوثان وفي اصنام وفي نعم، ولكن الكعبه هي الاساس، هي الاساس. فهتلف وتدور يحصل ايه؟ هترجع تاني، هتيجي الكعبه، هتجيلي تاني، يبقى انا اعمل ايه؟ اتقي هذا الشر؟ ما انا لما اروح لك برجلي انت قادر تعمل فيها كل ما تشاء. فالعرب كانت الكعبه مديه لقريش وللقبائل حولها مكانه وهيبه. طب الراجل اللي بنى كنيسه ده ابرهه ده عايز ايه؟ الحاجات دي تجيلي بقى، الحصانه دي تجيلي، الهيبه والنفوذ دول يجوا لي انا. فبنى كنيسه كاعظم ما يكون. هو حبشي راح باعت لملك الحبشه قال له بنيت لك كنيسه كاعظم ما يكون، اعظم حاجه تتشاف. بس كده لا، مشاهده ولا يرتاح لي بال الا لما يكون حج العرب الى هذه الكنيسه. هيحجوا فين؟ في الكنيسه بتاعتي. فسمع رجل من العرب او عرف هذا المقال فذهب واحدث في هذه الكنيسه، تبرز فيها. فلما عرف قال لك لا، لازم اهد الكعبه. صلوا على رسول الله. فجمع جيشا ليس للعرب طاقه به. العرب قبائل، جزء بتاع اللي كان فيه مكه وغيره كان قبائل، كل عيله كل شويه خيم مع بعض، بس ما كانوش ايد واحده. فلو كانت جت قوه في دوله كبيره، ملك كبير يحكم منطقه كبيره زي ملك اليمن او ملك الحبشه او اي مملكه اخرى تهزم العرب. احنا بنخانق بيننا وبين بعض، احنا عيله وانتوا عيله، طب لو جه قصادنا جيش يهزمنا احنا الاثنين. فجمع جيشا كان مقدمه هذا الجيش بالافيال، والفيل كان مستخدم. يجي ناس دلوقتي يطلع يقول لك فيل، وحدوا الله. فيل ايه ده اللي يمشي في جزيره العرب؟ فيل ايه اللي يمشي في الصحراء؟ ازاي؟ بيحكوا لنا قصص وهميه واحنا بنصدق. فتيجي تقول لهم حنبعل في تونس كان بيحارب بالافيال ومشي بيها لحد اسبانيا ومنطقه الاندلس وحارب وكاد ان يهزم، يقول لك يا على التاريخ. ايه ده؟ هو بعيد عن الاسلام يبقى صحيح، بس هتيجي تقول لي حاجه تخص النبي او في احداث مولد النبي وفيها افيال، الناس بتحارب بالافيال. عمرك شفت فيل ماشي في الصحراء؟ نعم رايناه،
في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيناه في تونس، ورأيناه في الهند، ورأيناه في العراق القديم. العالم كله كان اللي بيقدر يحارب بالفيل كان بيحارب بيه، لأنه كان قوة عظمى. لو أنت جاي لي بحاجات بسيطة، أنا جاي لك بدبابات ومدرعات. هو ده الفيل، عشان هيضحك عليك وهيضحك على ابنك الصغير ويجي يقعد يقول له هو في فيل يمشي في الصحراء؟ نعم، قالها الله وصدقناها، وحدثت في التاريخ بغير قول الله وصدقناها. جت في التاريخ ومصدقينها، في كتب الناس اللي قاعده بتحكي ومصدقينها. طب هو عايز يكذب دي ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اللي قالها. عايز يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ إزاي؟ فيبقى كذب آية من القرآن. أعوذ بالله من هذا. جاب الأفيال وتقدم، كل قبيلة تقابله يغلبها، يا إما يسيبوه يعدي يا إما يغلبهم، لحد ما جت قبيلة واحد منهم بعد ما غلبهم قال لهم أنا هدلكم على الطريق، ومشي معاهم إلى أن وصل إلى أن اقترب من الكعبة. فأصاب هذه الجنود أو أصابت هذه الجنود بعضا من ملك عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه. أصابوا 100 أو 200 من إبله. فخرج عبد المطلب، يلا بقى نروح نشوف الملك اللي داخل فاتح صدره ده. راح يقابله، يقول لك فلما أبرهة شافه أعجبه، عجبه عبد المطلب ده، حسه راجل كده له هيبة. فقال لك إيه، ما ينفعش أنا أقعد على سرير الملك على الكرسي العالي وعبد المطلب ده في الأرض. طب نعمل إيه؟ فجاب حاجة في النص كده عشان نقعدوا على نفس المستوى. هابوا، شافوا راجل ذا هيبة، وجاب مترجم، قول له عايز إيه؟ فقال له وأنت ماشي رجالتك الجيش بتاعك موت 200 من الإبل بتاعتي، وحدوا الله. قال له أنا لما شفتك حصل إيه؟ هبتك، قلت راجل ذا هيبة وذا مكانة، فبدل ما تكلمني في دينك في الكعبة في بيت الله جاي تكلمني في الإبل. فسيدنا عبد المطلب يقول القول المشهور أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ما توحد الله، تبان كلمة فيها إيمان صح أوي. أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. طب ما هو ده دينك، المفروض تدافع عنه. لو الأمر دين، لو الأمر عقيدة، لو الأمر عبادة لله، أنا جاي أدافع عن الإبل وعن بيت الله سبحانه وتعالى. لا، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، ربنا هيحمي بيته. فاداله الإبل بتاعته، خلاص طالما أنت عايز الإبل خد الإبل. فذهب عبد المطلب وخد الناس وطلعوا يستخبوا في الجبال يشوف إيه اللي هيحصل. نتفرج كده إيه من بعيد لبعيد، وهو واحد جاي يهدم إيه؟ أعظم شيء عندنا، الكعبة اللي عامله لنا مكانه، بيت الله التي تحج اليها كل عام، التي تهابنا العرب لاجلها. احنا واقفين فوق الجبل كده بنبص هيعمل فيها ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيجرى؟ وحدوا الله. فيتقدم الى ان يقترب من الكعبه، فيقف الفيل الذي كان يركب عليه، يضربه ما يقومش، يحاولوا معاه ما يقومش، يوجهوه في الاتجاه الاخر يقوم يجري، يوجهوه في الاتجاه الاخر يقوم يجري، يوجهوه لورا يقوم يجري، يوجهوه للكعبه يقف الى ان ارسل الله سبحانه وتعالى عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل. طير صغيره بترميهم بحجاره صغيره تنزل على الواحد منهم فيتكسر ويبدا جسمه يقع منه، وبداوا يعودون الى الخلف. وهذا كان عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ربوا فيكم ما يتمسكم بهما لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنته. الحمد لله كما امر، والصلاه والسلام على سيد الخلق وعلى رسول بني البشر الشفيع المشفع في ارض المحشر. ثم اما بعد، ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل الذي كان يوافق في الاعوام الميلاديه 500
71 والذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي هذا العام، والعرب كانت تؤرخ في هذا العام. زي ما قلنا سابقا العرب ما كانش عندهم تاريخ، فكان لما يحصل حدث كبير قوي يعملوا ده بداية التاريخ. يقولوا مثلا ولد فلان في عام الفيل، أو ولد فلان بعد عام الفيل ب5 سنين، أو ولد فلان في كذا. فكانوا بيؤرخوا بأحداث عظيمة زي حادث الفيل، يؤرخوا بموت راجل عظيم زي كعب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان راجل عظيم قوي فيهم. قال لك ايه؟ قال لك لموت كعب أرخوا لشهرته. لما كعب ده مات عملوا ده التاريخ من شهرة كعب. لموت كعب أرخوا لشهرته، دعا إلى الدين أهالي مكته، يدعو إلى النبي كل جمعة في خطبة كل الرشاد مدعى. كان على الحنيفية، وزي ما قلنا كان في ناس لا زالت تعبد الله على عبادة سيدنا إبراهيم. كان منهم كعب بن لؤي جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أشهرهم قس بن ساعدة، وكان من أشهرهم ورقة بن نوفل الذي أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا ناس قليلين قوي كانوا لسه على الدين الصحيح. ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في يوم الاثنين، وعلى الأكثر أنه في شهر ربيع الأول، ولكن مختلف في اليوم. فالناس قالوا يوم 2، وناس قالوا يوم 8، وناس قالوا يوم 10، وناس قالوا يوم 12. هذا لا شأن لنا به، لا يفرق معنا اليوم. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد، فأضاء العالم من نور النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لما سئل: ما أول ما بدأ من أمرك؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم، حينما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأنا بشرى أخي عيسى، عندما قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام. صلى على رسول الله. رأت كما يقول البعض فيما يرى النائم، لما حملت بالنبي كأن نورا خرج منها أضاء لها قصور الشام. إحنا في مكة ترى قصور الشام من نور النبي صلى الله عليه وسلم. وفسره الكثيرون بأنه النور الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم فعم الأرض جميعا. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جده وطاف به الكعبة وسماه محمدا، ليكون محمدا في الأرض ومحمودا ومحمدا في السماء أيضا. وكان هذا الاسم قليلا في العرب حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لما بعث كانت قريش يقولوا إيه؟ يقولوا عليه مذمم. مذمم ده يعني وحش، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كانوا يقولوا: بيشتموك يا رسول الله، نرد عليهم نقول لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بسعة صدر وبهدوء نفس يقول لهم إيه؟ يشتمون مذمما وأنا محمد. هم بيشتموا واحد اسمه مذمم، أنا اسمي إيه؟ محمد. صلى على رسول الله. ولد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النسوة من بني سعد المرضعات يريدون ماذا؟ كل واحدة تريد طفلا لترضعه. وكانت هذه عادة في العرب، يرسلوا أبنائهم إلى الصحاري جوه بقى خالص بعيد عنهم لكي يشتد عود الطفل وهو طفل صغير. فلا مانع من إنك تدلع ابنك وتربيه كويس وتجيب له حاجة حلوة، ولا مانع أيضا من إنك تخليه ناشف، تخليه خشن. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول: اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ده فاكر النعمة شغالة على طول؟ فاكر الفلوس موجودة على طول؟ فاكر الراحة والدلع موجودين على طول؟ لا تدوم، الدنيا تتقلب. فكانوا يذهبون بأبنائهم إلى هذه المناطق البعيدة لكي يشتد عود الطفل. يوم المرضعات 10 مرضعات كما على قول الأكثر. مين آخر واحدة ماشية ورا؟ حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. ليه ماشية ورا؟ الحمار أعزكم الله اللي هي ركبه ضعيف، والشاه اللي معاها ما بتجيبش لبن، والحالة صعبة وماشيين بالعافية. ذهبوا إلى مكة، يقال أن النبي عرض على كل مرضعة فيهم، يعني كلهم النبي صلى الله عليه وسلم اتعرض عليهم، وكلهم رفضوه. لماذا؟ لأنه كان يتيما صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه.
لأنه كان يتيما، فكلهم رفضوه. لماذا؟ ومين اللي هيدفع لنا الفلوس؟ لا، مين اللي هيدينا الهدايا والفلوس وكذا وكذا لما نكبر هذا الطفل؟ عرض على كل الموضوعات فرفضوه، لحد ما الموضوع خلص وخلاص هنرجع بكره ولا بعده، ومش باقي غير النبي ومش باقي غير السيده حليمه رضي الله تعالى عنها وارضاها، لانها على قول كثير من العلماء اسلمت. فجوزها قال لها ايه؟ او قالت لجوزها ايه؟ يعني انا شايفه ان احنا ما نرجعش فاضيين بقى، هنرجع ما فيش خالص كده، هناخد الطفل اليتيم. فقال لها تمام، لعل فيه تكون البركه. فاخذوه، فبمجرد ما اخذوه حلت عليهم البركه. ما توحد الله. وهي واخداه عارفه ان في بركه، عارفه ان هيحصل اللي حصل لها، عارف الموضوع اللي انت دخلت فيه، الكليه اللي جات لك، الوظيفه اللي جات وانت متضايق قرفان. انا كنت عايز اشتغل مدير اداره شركه عالميه، ازاي تجي لي الشغلانه البسيطه دي؟ فاهم؟ شغلانه بسيطه وضعيفه، كنت عايز حاجه اكبر، او انا كنت عايز كليه احسن. يا بيت 3 اوض وصاله، ده انا كنت عايز بيت 7 اوض. في امور تحدث لك من تدابير الله سبحانه وتعالى. ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، ربما تكون بركتك وسعه رزقك فيما قسم الله لك وكان لا يعجبك. هي كانت مبسوطه، هي قالت لك ما ارجعش فاضيه، يلا كله ليه شغلانه في شركه عالميه، انا ما فيش غير شركه على القد كده في عياط، نروح الشركه دي وخلاص. فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم فحلت عليها البركه. الحمار اللي كان اخر حمار بقى الاول، بقوا الناس ماشيين يقول لها ايه؟ استني ما تجريش وتسيبينا. الغنم بتاعتها اللي كان ما فيهاش لبن بتحلب وتشرب هي وجوزها واولادها والراجل اللي معاهم. تيجي ترضع، يرضع النبي صلى الله عليه وسلم ويرضع اخوه من الرضاعه حتى يشبعوا. ترجع القريه بتاعتهم في منطقه في الصحراء، مفيش اكل ومفيش ميه والدنيا زي الفل. يجي كل الاغنام تطلع الصبح وترجع جعانه وترجع همدانه وهزيله، وترجع اغنام حليمه منتفخه مليئه باللبن بركه من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان نورا على هذا العالم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي حبه في قلبك اعلى من حبك لنفسك. لما جاءه سيدنا عمر وقال له يا رسول الله والله لانت احب الي من ولدي وكذا وكذا الا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك التي بين جنبيك. فتفكر سيدنا عمر فجاء وقال يا رسول الله والله لانت الان احب الي من نفسك التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، الآن أنت مؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ليس فيه اختيار وليس فيه أخذ ورد. لازم تكون بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمسلم الحق والذي يقرأ ويسمع ويبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعرف سيرة النبي، تعرف كيف ولد صلى الله عليه وسلم، تعرف فترة مولده، تعرف فترة شبابه، تعرف فترة بعثته صلى الله عليه وسلم، تعرف شكل النبي صلى الله عليه وسلم عامل ازاي، عشان لما تنام وتحلم بحد يقول لك انا النبي، تعرف هو ده النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه، ولا ده شيطان جاي بيلعب بيك؟ ما هو في رؤيا الشيطان هيقول لك ده انا النبي، صح؟ طب انت عارف شكل النبي؟ ان كنت تعرف شكل النبي فشكله في حياته كشكله في المنام. انت عارف شكل النبي كان عامل ازاي؟ لا، يبقى المفروض تدور عن وصف النبي، وصف النبي شكله كان عامل ازاي؟ خلقه كان عامل ازاي؟ مين ازواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اسماء اولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الاشياء التي نبحث عنها في لاعب الكوره وفي الممثل وفي المغني وفي كذا وكذا وكذا، عارفين اسمه ومن انهي بلد وراح لانهي بلد وراح لانهي نادي واولاده ومراته تعرف كل ده عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه. فإذا كان حب النبي عليك واجب
فمعرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأنه لا تحب أحد إلا إذا كنت تعرفه، لا يكون تمام الحب إلا إذا أتى تمام المعرفة. فإذا كنت لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النفس لا تحب ما تعرف، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف يحب. إذا عرف صلى الله عليه وسلم عندما عرفه غير المسلمين أحبوه، فما بالك بالمسلمين. وللحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقية إن كان في العمر بقية. وختاما لا ننسى أن نذكر بإخواننا في فلسطين، لا ننسى أن نذكر بهم دائما، أن ندعو لهم وأن يكون لهم نصيب من دعائنا. لا ننسى أن نتبرع لهم إن استطعنا إلى هذا سبيلا. لا ننسى أن نقاطع قدر الإمكان لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى، لأنه لحد دلوقتي الفلوس اللي انت بتشتري بيها بتتاخد وبيقتل بها طفل صغير او رجل كبير او امراه او ايا كان، ما زالوا يقتلون. ما زلنا نرى طفلا صغيرا عباره عن هيكل عظمي يقول لك انا جعان، ما زلنا نرى رجل كبير في السن يقول لك انا جعان مش لاقي اكل. فانت بتعمل ايه؟ ما بتديلوش فلوس بس، لا ده انا هدي للي بيديله فلوس عشان يقتلوا بيها. خد بالك انت بتعمل ايه، لانك ستقف امام الله وستسال عن كل هذا. واعلم انك ستسال عن هذا، انك ستسال عن هذا، انك ستسال عن هذا. لو كان اصحاب النبي لا يعلمون انهم مسؤولون لما اتى سيدنا عمرو الى مصر ليفتحها، وربما كنا الان على غير دين الاسلام. لو كان يعلم القاده فيما بعد انهم غير مسؤولون لما ذهب صلاح الدين من مصر حتى فلسطين لكي يحرر الاقصى الشريف. هتسال عن ده، هتسال عن اقل شيء، لان ده اللي في مقدرتك تعمله فهتسال عنه. فخليك اعمل حاجه لما تقف امام الله سبحانه وتعالى تقول له يا رب قلت لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا كان ما بوسعي يا رب. التزمت قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى اعلى واعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا شابا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم، اللهم عليك بالظالمين ومن عاونهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعل يا رب حفرة من حفر النار. اللهم قنا حر يوم القيامة، اللهم قنا بأس يوم القيامة، اللهم قنا هول يوم القيامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واجعل يا رب آخر أعمالنا من الدنيا الصلاة، آخر قولنا منها لا إله إلا الله. عباد الله، إن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه يزدكم. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللهم اكبر واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله.